يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الشيش طاووق. تتبيله رهيبه، تتبيله جميله جدا يا جماعه. تابعوني لاخر الفيديو عشان تشوفوا التتبيله عامله ازاي. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، مش هياخد معانا 10 دقايق. جميل جدا، حلو جدا، يشرفك في عزوماتك، وحلو جدا لو ما عندكيش اكل، يعني بيتعمل في اقل من 10 دقايق. جميل جدا زي ما انتم شايفين كده. يلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. اول حاجة معايا كيلو من الشيش طاووق، يفضل انه يكون وراك يا جماعة، لان الوراك فيها دسامة حلوة جدا بتخلي الشيش طاووق طري معانا. لكن الصدور بيبقى قاسية شوية زي ما انتم شايفين كده. ومعايا معلقة صويا صوص كبيرة، معايا معلقتين زيت طعام، ومعايا التوابل بقى: معلقه فلفل اسود، معلقه بهار مشكل، معلقه زعتر، معلقه بابريكا، معالق صغيره يا جماعه. والتوابل دي حسب رغبتك انت. ومعايا كوبايه زبادي، الزبادي بيساعد على طراوه الشيش طاووق قوي. ومعايا ليمونه معصوره زي ما انتم شايفين كده. نبدا بقى نعمل التتبيله الجباره دي مع بعض. هنزل بكوبايه الزبادي. قلنا الزبادي بيساعد على طراوه الشيش طاووق يا جماعه. وهنزل بالزيت عليه، وهنزل كمان عليه بالتوابل المشكلة زي ما احنا قلنا: بابريكا، بهار، فلفل اسود، زعتر. وهنزل بالصويا صوص، وهنزل بنص معلقة ملح، وما نكترش من الملح لان الصويا صوص حادق. ومعانا كمان الليمون، ونزلنا بالليمون. وهنزل بمعلقة صلصة طماطم كبيرة. نبدأ بقى نقلب كل المكونات دي مع بعض. عايزة اقول لكم ان التتبيلة رائعة جبارة بصراحة، حلوة جدا زي ما انتم شايفين كده. نقلب كويس جدا عشان الزبادي يفك معانا خالص وينعم معانا قوي، عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات ليه لما نيجي نحط الشيش طاووق عليه. عايزه اقول لكم ان ريحه التتبيله رائعه. هنزل بقى بالشيش طاووق كده. شيش طاووق يا جماعه بيقعد في التتبيله دي ليله كامله. لو انت مستعجله ممكن ساعتين، بس يفضل انه يقعد ليله كامله. اي مشاوي اي حاجه بتفضل انه يقعد في التتبيله ليله كامله يا جماعه عشان تديكي نتيجه كويسه يعني. هنبدأ بقى نقلب الشيش طاووق مع التتبيلة كويس جدا لغاية ما تشرب منها قوي. نقلب كويس جدا كده لغاية كل المكونات ما تختلط مع بعض والشيش طاووق يشرب من التتبيلة كويس قوي. وبعد كده نغطيه ونحطه في التلاجة زي ما قلنا ليلة كاملة. غطيته خلاص، هدخله التلاجة واسيبه ليلة كاملة، وبعدين نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنشوف الخضار اللي هنستخدمه مع الشيش طاووق. جبت بصلاية اقطعها 4 تربع، وكل مكعب هبدأ افرغ القطع بتاعة البصل منه عشان ينفع يدخل في قلب السيخ بتاع الشيش طاووق. وهستخدم معاه فلفل الوان، يعني انا هستخدم بصل وفلفل الوان بس مع الشيش طاووق. انا ما بحبش استخدم الطماطم لانها بتطرى مني، فلو انت عايزه تحطي طماطم شيري طماطم مكعبات براحتك خالص. زي ما انت شايفه كده احنا هنبدأ نفضي نفرغ البصل كويس جدا. وبعدين قطعت الفلفل الالوان زي ما انتم شايفينه كده لمكعبات، الفلفل الاصفر والاحمر والاخضر، ومعايا البصل زي ما انتم شايفينه كده. هي دي المكونات اللي هنستخدمها مع الشيش طاووق بس، هو ده الخضار اللي هنستخدمه بس.
بعد ما قعدنا شيش طاووق ليله كامله هنعريه بقى ونشوفه كده مع بعض. عايزه اقول لكم الريحه فظيعه. طبعا هو شرب كويس جدا كده من التتبيله. جبت صينيه وحطيت عليها شبكه عشان لو انا حطيته في الصينيه لوحديها هيستوي بس هينزل ميه هيبقى طري، لكن كده هيبقى جوسي وحلو وفي نفس الوقت طري معانا. لازم تحط الشبكه دي. نقعت الشيش طاووق لمده ساعتين. هنبدا بقى نستخدمه في تشكيل الشيش طاووق. جبت السيخ ونزلت فيه بقطعه البصل اول حاجه عشان تستحمل. بعدين هنزل بقطعه الشيش طاووق. هبدا بقى ارص الفلفل الالوان. احط الاصفر وبعدين الاحمر وبعدين الاخضر، وبعدين هنبدأ ننزل بقطع شيش طاووق تاني زي ما انتم شايفين كده. ندخلها في السيخ بالراحة عشان السيخ ما يتقطمش مننا. وهنزل تاني عليها بالفلفل الالوان زي ما عملنا اول مرة. السيخ مش هيشيل غير 3 قطع بس، لان السيخ مش كبير قوي يا جماعة، فهو 3 قطع حلو قوي في السيخ من الشيش طاووق. عايزه اقول لكم بصي التتبيله رائعه، ولا ريحتها بقى مش قادره اقول لكم عليها بصراحه. انت بقى اقفل عليهم بقطعه من البصل وقطعه من الفلفل. قفلت بقطعه من الفلفل كده. بصوا السيخ تحفه. الشيش يتاكل نيه يا جماعه والله. بصوا الالوان اللي فيه شهي جدا، فظيع بصراحه، شكله جميل جدا. هنبدا نعمل سيخ تاني مع بعض. هنزل برضو بالبصل اول حاجه عشان يتحمل. بعدين هنزل بقطعه الشيش طاووق، وهنحط بقى الفلفل بالواناته. عايزه اقول لك تشكيله الخضار دي بتاعتك انت، عايزه تشكليها زي ما انا مشكلاها تغيري، انا بديك الفكره وانت اعملي براحتك، يعني على حسب ذوقك انت. هنزل تاني بقطعه الشيش طاووق، وبعدين ننزل تاني بالفلفل. انا ما برضاش احط الطماطم ليه يا جماعه، لانها بتطرى وبحس ان هي بتطري الشيش معايا، فهي بالفلفل بس والبصل مش اكتر من كده. زي ما انتم شايفين الفلفل الاخضر اخر قطعه. هنزل باخر قطعه للشيش كده زي ما انتم شايفين، وبعدين هقفل عليهم بقطعه الفلفل زي ما انتم شايفين. قلت لكم بصوا السيخ شهي جدا. الشيش تحفه، يتاكل ني والله العظيم تحفه، شكله جميل جدا. هدخله الفرن تحت الشوايه لغايه ما يحمر الوش الاولاني، وبعدين نقلب على الوش التاني يحمر، وبعدين نطلعه. زي ما انتم شايفين كده الشيش استوى معايا بقى شهي جدا، والخضار ما اتحرقش ولا مرر ولا اي حاجه. عندي 3 طرق للتقديم. اول حاجه هنحط السيخ كده هنرصه في قلب الطبق ومعاه بصلايه مقطعه جوليان وعليها سماق حلو جدا، وقدمناه على رز كده بسمتي او عادي بالكاري زي ما انتم شايفين. وده تقديم المطاعم كده زي ما انتم شايفينه يا جماعه. واخر حاجه بقى واخر طريقه انا بحبها، رغيف سخن كده ونطلع السيخ كده كله في قلبيه، وعليه سلطه طحينه او توميه حاجه كده فاخر من الاخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.